والغيرة زيها زي أي نوع من المشاعر التانية بتختلف من شخص للتاني. في حد ممكن يغير فيبان عليه، في حد ممكن يغير فيرتكب جريمة مثلا، وفي حد ممكن يغير فولا تحس أصلا إن هو غيران، يبقى من جواه هيولع بس هو من بره لوح تلج ولا باين عليه أي حاجة. في الفيديو ده هقول لكم عن طريقة تعبير كل برج عن غيرته. أولا برج الحمل. برج الحمل بيبان من بره ان هو شخصية قوية كده وواثق جدا في نفسه ومفيش اي حاجة تهزه، يعني زي ما بيقولوا يا جبل ما يهزك ريح. لكن في الحقيقة الحمل من جواه بيبقى دايما حاسس بعدم الامان في العلاقة، وده بيخليه شخص غيور جدا، بيغير جدا وبيبقى عنده حب تملك رهيب، لكن مش دايما بيبين لانه دايما شخصيته كده وعزة نفسه بتمنعه من فكرة ان هو يبين. لكن هتلاقيه بيتخانق معاك عمال على بطال، على الفاضيه والمليانه، كلمت مين، بتعمل ايه، رحت فين، جاي منين، لكن مش بهدف الغيره. يعني مش هيبقى بيعمل ده وبيقول لك انه عشان غيران او عشان متضايق، لا، اللي هو انت ازاي تعمل كده، انت ما ينفعش تعمل معايا كده، انت ما ينفعش تنزل وما تكلمنيش، وهكذا. برج الثور بقى لانه عنيد اصلا في كل حاجه في الحياه، في كل تفاصيل حياته، ففي الغيره برضه عنيد، يعني ممكن يكون هيولع وهيشيط ويحاول بقدر الامكان انه ما يبينلكش اصلا ان انت فارق معاه ولا ان هو متضايق. بيعند قدام نفسه حتى، يعني انت مش هتضايقني ومش هتعرف تضايقني ومش هتعرف تستفز غيرتي، فروح ادور على حد تاني تضايقه، يعني روح العب في مكان تاني. برج الثور دايما مناخيره في السماء، يعني بص لو مضايقه هيموت مستحيل يبين لك ومستحيل يقول لك ومستحيل تحس اصلا. فغيرته بيكبتها شويه، بيكبت غيرته وبيحاول يتحكم فيها بنوع من انواع العقل، لان هو اصلا بطبيعته شخصيه عقلانيه، فحتى في الغيره بيحاول يحكم العقل والمنطق، اللي هو ممكن يقعد يتناقش معاك بمناقشه حضاريه كده وبعدين في الاخر يقوم مديك بوكسين وسايبك وماشي. برج الجوزاء بقى ممكن يلف ويدور في كل حاجة في حياته، يعني ممكن ما تعرفش ترسى معاه لا على حق ولا على باطل، لكن في موضوع الغيرة ده لو غيران هيقولك في وشك. الغيرة بالذات مش هيقعد يلف ويدور فيها لأنه بتستهلك من طاقته، انت بتقعد تضايقه او تستفز غيرته فبيقعد يشيل في نفسه، فلا اشيل في نفسي ليه لما ممكن اجي اقول لك من الاخر، فهتلاقيه بيجي يقولها لك صريحة، انا متضايق من كذا 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 ما تعملهوش تاني وانتهى الموضوع، عشان يريح نفسه، خلقه ضيق. فنختصر الطريق على نفسنا كده، بدل ما تقعد تضايقني واضايقك وانا احسن حد ممكن يستفز اللي قدامي، فبدل ما تقعد تضايقني واضايقك ونشوف مين فينا بقى اللي هيكسب في الاخر، لا، ما هو من الاخر بطل ده عشان ده بيضايقني وخلصنا. برج السرطان بقى مبدأه انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك، مفيش حاجه اسمها اقولك ان انا غيران، لا خالص، انت لو بتحبني هتحس ان انا اتضايقت فتاخد بالك فما تعملش الحاجه دي تاني، لانه اصلا بيبقى ماشي في حياته بمبدأ انه اللي انا بعمله مع الناس ببقى مستني الناس تعمله معايا. ففي الغيره نفس الكلام، اللي هو انا لو مكانك كنت هعمل كذا، انا لو مكانك كنت هعمل كذا، فهو بيبقى مستني اللي قدامه يعمل نفس الحاجه اللي هو لو مكانه كان هيعملها. فانا لو كنت مثلا ضايقتك في حاجه هرجع وراجع نفسي واكلمك اصالحك واقول لك ما تزعلش، فببقى مستني منك ان انت تكلمني تصالحني وتعرف من نفسك وتقول لي ما تزعلش، وهكذا دايره مفروغ منها بالنسبه لبرج السرطان. لو انت مثلا بتحب حد من برج السرطان وحسيت كده، لان هو مش هيقول لك، حسيت من بعيد لبعيد ان انت ضايقته، حاول تراضيه بسرعه بدل ما هياخد جنبه ويختفي ويفضل بقى قاعد متقوقع كده لوحده لحد ما تعرف لوحدك وتيجي عشان تصالحه. برج الأسد مش هيسمح لك أصلا إنك تعمل حاجة تثير غيرته، لأن هو بطبيعته شخص غيور جدا، بيحب اللي بيحبه ده بيقفل عليه، بصوا بالضبة والمفتاح ما بيسيبلوش منفذ. يعني أنا مش هسمح لك أصلا إنك تعمل حاجة تضايقني فغير عليك، لأ، أنا بغير عليك فمش هتطلع من البيت، فمش هتكلم حد، فمش هتقابل حد، فكل حاجه هتعملها هتبقى معايا، فما تحاولش ابدا 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 انك تستفز غيره برج الاسد، لانك لو بعد كل ده فكرت تستفز غيرته رد فعله مش هيبقى متوقع، رد فعله مش هتعرف تسيطر عليه، لانه بيبقى من 0 ل100 على طول، ما عندوش تفاهم. يعني وانس ان هو بس بيغير او بيتضايق هتلاقي قدامك حد ملك الغابة بقى، ويا انت يا هو. برج العذراء بقى شوية عقلاني،
يعني مش من النوع اللي غيرته بتسيطر عليه وبتخليه ينفعل ويتخانق ويتضايق ويقعد يقولك انت عملت وانت عملت وهكذا. لا، برج العذراء في الغيرة بيتبع منهج تاني خالص. استفزتني وخلتني اغير، هستفزك واخليك تغير، وبالطريقة وكله بالعقل. هتضايقني هضايقك. عنده منطق كده وفلسفة، اللي هو انا بشغل دماغي، انا مش كل حاجة هاخدها على اعصابي، هاخدها على مشاعري واقعد احرق في دمي واحرق في اعصابي. طب ما احرق في دمك معايا، وانا اتضايق لوحدي؟ طب ما تتضايق معايا، هتضايق لوحدي ليه؟ فلو فكرت تضايق او تثير غيرة برج العذراء، اعرف ان انت هتترد لك وقتي. يعني مش لازم يبين لك ان انا بردها لك، ممكن يعديها ويفوت الموقف وتحس ان هو اصلا ما اتضايقش، ويجي بعد كده يقوم مديك على دماغك. وبعدين لو فتحت بقك او فكرت تتعامل معاه، هيقول لك فاكر لما عملت، انت بتلومني ليه دلوقتي؟ وهكذا. هو عنده فلسفة كده. برج الميزان بقى ملك التلميحات. يعني هو مش هيجي يقولها لك بقى على عكس الجوزاء اللي هيجي يقولها لك كده بشكل صريح. لا، برج الميزان ملك التلميحات. هتلاقيه بيبين لك من تحت لتحت كده، او طريقته اتغيرت معاك فتحس ان هو متضايق او ان هو غيران. ولازم تحس، لان هو لو فوتها لك مرة واتنين، التالتة هيقفل ومش هيعرف يرجع يتعامل معاك تاني، او مش هيعرف يرجع يبقى في علاقة معاك تاني، خلاص هتنتهي. فانت لو ما خدتش بالك من نفسك، من مشاعره، ما خدتش بالك من الحاجات اللي بتضايقه، ما بعدتش عن الحاجات اللي بتستفزه وبتستفز غيرته من غير ما يقولك اصلا، لان هو مش هيقولك، هو بس هيلمح لك وهيسيبك تمشي بقى على الطريق، وانت وحظك يا عرفت لوحدك ورجعت نفسك ومبطلت تعمل الحاجة اللي بتضايقه، يا كررتها تاني وتالت لحد ما خرجك من حياته بقى خلاص، وانسى انك ترجع لها تاني. برج العقرب يعني الغيرة. هو ملك الغيرة، عنده وسواس كده. دايما ردود فعله على الحاجات اللي بتثير غيرته بتبقى عنيفة جدا. يعني بتبقى غير مبررة وغير متوقعة. لو غار او اتضايق ممكن يقوم مرتكب جريمة بجد. دايما نرفه عالي، هو مشاعره بتقوم طالعه ضربه في نافوخه، بيقوم متصرف تصرفات هو مش عارف هو بيعمل ايه حتى. هو ممكن يبدا يدرك بعد كده، لكن هو مشاعره قويه قوي، وبيتعصب بسرعه جدا وبيتضايق بسرعه، فبيبان عليه بسرعه. خصوصا في الحاجات اللي لما يكون شخص بيحبه قوي ويعمل حاجه تثير غيرته او تستفز غيرته او تهين رجولته او انوثتها. يعني سواء راجل او ست، الاتنين ما بيختلفوش في موضوع الغيرة وموضوع حب التملك. الحاجات اللي بيحبوها او الناس اللي بيحبوهم بيبقوا بيتأثروا قوي من اقل حاجة بيعملوها. بلس ان هم اصلا بيزعلوا بسرعة قوي، يعني بياخدوا على خاطرهم بسرعة من اي حاجة وحشة انت ممكن تعملها معاه. فما بالك بقى لما حاجة تشيط وتخليه ماشي مطلع نار من دماغه، مستني منه رد فعل عامل ازاي والنبي. على الرغم بقى من ان برج القوس مش من الابراج اللي بتغير قوي او غيرتها بتتحكم فيها قوي، الا انه في النهاية برج ناري. ناري يعني برضو جواه حتة كده اللي هو ايه، لو غار خلينا متفقين ان هو مش سهل قوي ان هو يغير من حاجة او يغير من حد او يغير في موقف عموما. بس في حين ان هو غار لو انت عملت بقى حاجة خلاص ما خليته استفزيت غيرته او ضايقته بشكل ما واستفزيت غيرته وطلع، محدش هيعرف يوقفه. انا اسفة، بس خليك متأكد ان هو مش سهل ان هو يغير. يعني هو بيستحمله عادي ومش بيفرق له قوي والدنيا بتمشي معاه. بس لو غار بيوصل لمرحلة وبياخد ردود فعل محدش ممكن يتوقعها يعني. برج الجدي من الابراج العقلانيه شويه في موضوع الغيره ده بالذات، ما بيسيبهاش ابدا تتحكم فيه او تتحكم في مشاعره او في ردود فعله. ما بيحبش ياخد حاجه او ياخد خطوه او ياخد اكشن او رد فعل يرجع يندم عليه. لكن ممكن يقوم منسحب ويختفي ويبعد. يعني لو انت عملت حاجه ضايقته هياخد بعضه ويقوم ماشي، ولما تجيله ويقوم مديك على دماغك بقى خلاص بينك وبينه، مش قدام الناس. هو هيعمل حساب ردود فعله قدام الناس. يعني مش هيخلي حد مثلا يحس ان هو غار او يشمت فيه او يفرح فيه، او حد يشوف انفعالاته او حد يشوف ردود فعل مش حلوة منه. دايما هيبقى بيتعامل بشكل عقلاني شوية في موضوع الغيرة، مع انه عصبي جدا وبيغير جدا، بس مش هيبين ده، وهيبقى واخد باله جدا من تصرفاته. لكن لما تجيله بقى اللي هو تعالى لبابا حبيبي انت جيت لي برجلك،
خد بقى على عينك وهيخرج كل اللي جواه ويطلع شحنة الغيرة اللي هو كبتها وخدها ومشي دي على دماغك. اداله بقى ملك النظرات، يعني لما بيغير هتلاقيه بيبص لك بقى بصات كده، فاهم؟ اللي هو نظرات ثاقبة، اللي هو انت ضايقتني، خليك عارف انك ضايقتني. لكن مش هياخد اي رد فعل غير بعد فترة، لما يحس ان اللي قدامه ده جبلة، انت ما عندكش دم ولازم اديك على دماغك. هو مش سهل برضو ان هو حد يستفز غيرته، او ان هو، لان هو عنده ثقة في نفسه فظيعة جدا، ثقته في نفسه عالية قوي، عشان كده مش سهل قوي ان حد يستفز غيرته. بلس ان هو بيقدر يكنترول مشاعره، بيقدر يداري، فحتى لو استفزيت غيرته وهو مش عايز يبين لك مش هيبين لك. يقدر بسهولة قوي يحسسك ان انت ولا فارق معاه، حتى لو هو من جواه هيولع. لكن لو ما خدتش بالك من نظراته وقررت ان انت تتمادى، ما تلومش الا نفسك. برج الحوت بقى يعتبر، بالرغم من انه شخصية عاطفية جدا وشخصية بتحب جدا ورومانسية وحساسة وكل الحاجات اللي فيها مشاعر دي، الا انه عنده ثقة رهيبة في نفسه. مش سهل خالص ان برج الحوت يغير او يستثار غيرته، انه مش سهل تعمل موقف تبقى قاصد بيه ان انت تضايقه او تخليه يغير عليك فيغير. مشاعر الغيرة بالنسبة له حاجة هو ما بيعترفش بيها قوي. دايما عنده فلسفة كده في الحياة، اللي هو طالما انت معايا يا اما نبقى بنحب بعض كويسين، يا اما كل واحد من طريق، هنقعد بقى تضايقني وضايقك ليه؟ ما بيعترفش بحاجة اسمها غيرة. عنده ثقة في نفسه، وبيبقى عنده ثقة في الطرف اللي معاه، بيبقى دايما متوقع ان اللي قدامه ده هيكير على مشاعره زي ما انا بكير عليك، يعني زي ما انا بخاف عليك وبعمل حساب لمشاعرك، انت طبيعي وبديهي ان انت تبقى عامل حساب لمشاعري. مبيبقاش متوقع ان في شخصيات ممكن تبقى جبلات او ما بتحسش، ولو ده حصل هو خلاص بياخد بعضه وبيمشي، ما بيقعدش يشغل باله بقى بان الشخص ده ضايقني او انا ضايقته، وما بيدخلش في صراعات ونزاعات، يعني ما بيشغلش باله بالحاجات الدنيويه قوي. هو شخص روحاني قوي، شخص عايش الحياه كده من منطلق تاني. فالغيره بقى والحاجات بتاعت البشر والبني ادمين والناس الطبيعيه دول ما بيعترفش بيها، لا.